أكتر أنواع الوسواس اللي شُفتها ولقيت إنها فعلًا بتأثّر في الإنسان وبتبقى مؤلمة ليه جدًا، نوع من أنواع الوساوس اللي بتيجي في المعتقدات الدينية، سواء لها علاقة بالذات الإلهية أو لها علاقة بالرُسُل أو لها علاقة بالطقوس اللي بنمارسها في الدين. لمّا تبتدي بقى الوسوسة تيجي في الحتّة دي، سواء بقى بعيب في الذات الإلهية أو عيب في الرُسُل أو عيب في أو شَك في إن كان الطقس الديني اتعمل غلط، الوضوء كان مش مضبوط، الصلاة ما هياش مضبوطة، ده بيبقى له بُعد نفسي أكبر بكتير. برضه من الوساوس اللي ليها وطء نفسي شديد على المريض لمّا بتكون جاية في المحرمات، أي شيء محرم علينا إن إحنا نعمله ويبتدي ييجي له وسواس اللي يقول له طب لو حصل كذا، طب لو عملت كذا، وهو عارف إن كذا وكذا دول حرام، تبتدي الفكرة تلح على ذهنه أوي لدرجة إنه يبقى خايف إنه من كتر التعب يعمل الحاجة الحرام دي، فعشان كده بتبقى لها وطء نفسي شديد عليهم، ودول أكتر أنواع عرضة إنهم يدخلوا في أعراض اكتئابية نتيجة إن الفكرة اللي بتلح على ذهنهم وهم عارفين إنها غلط، بس الإلحاح بيتعبهم، الإلحاح بيرهقهم، فبيخافوا من اللقطة بتاعة إن أنا أفقد مقاومتي للفكرة، فيرضخ لهذه الفكرة فيعمل حاجة ممكن تكون هو بمعاييره شايف إنها غلط، هو بمعاييره عارف إنها غلط. فلو حد عنده وسواس قهري، لو حد شايف إن في فكرة عندك أو عندك بتتكرر كتير على ذهنك ومش قادر توقفها وشايف إنها معطلاك في حياتك، ما تستخسرش في نفسك إنك تروح لدكتور تعرف إذا كانت وسواس قهري فعلا ولا توتر ولا إيه بالظبط، عشان خاطر تتعالج منها وتنطلق في حياتك وتبقي مستمتعة بحياتك.